طيب هل انت شايف ان عشان حد ينجح في حاجة لازم يكون بيحبها، ولا في ناس نجحت في حاجات ما بتحبهاش اه، عادي؟ لان الموضوع ده برضو شغل له جزء كبير من تفكيري. هل مش هتنجح غير حسب في حاجة الحاجه اللي انت بتحبها ولا؟ بتعملها. مم. في حاجات سيستماتيك، زي ان انت مثلا تكون شغلتك بس ان انت بتملى فراغات، او بتطبع ورق، او ان انت بتملى اكسل شيت ببيانات ماليه بيانات. فدي الاسرع، او اللي بيكتب تايب رايتنج، او اللي بيعمل ترانسكريبشن لحاجات مسموعه وبيكتبها. مم. ده السرعه فيها مثلا هي اللي بتحدد. فهو كل ما بيشتغلها اكتر كل ما بيبقى كويس فيها. مش شرط يكون بيحبها، بس بقى ناجح فيها وبقى مطلوب في السوق وعارف يعيش حياه كويسه. فالدنيا مشيت من هنا. فممكن يكون هو بقى متسيستم كده في حياته. بس انا شايف ان معظم الناس لازم يعملوا حاجه بيحبوها. يعني انا بالظبط. نصيحتي الاساسيه، لا اختار. لو انت صغير اختار حاجه بتحبها. لو انت كبير حاول تشفت كارير او تعمل اي حاجه ان انت تكتشف الحاجه اللي بتحبها. لان في ناس وبعدين في كتير حاجه. جدا وصلت لسن كبير جدا، وبرضه لما لقى نفسه ان هو بيضحك على نفسه طول الفتره دي وهو صح، مش قابل ده، راح عامل كارير شيفت حتى لو هو سنه كبير. كنت لسه هقول لك هي هو كده اجلا او عاجلا هتحصل. هتوصل لها. ما فانت تضحكش على نفسك. ان انت تبقى واعي. اعتقد الجيل اللي جاي واعي اكتر ان هو لازم يكتشف الحاجه دي وهو صغير. انا عن نفسي حصلت لي في الجامعه بعد ما دخلت هندسه وقعدت فيها 3 سنين. اكتشفت ان انا الباشون بتاعي ماشي في سكه تانية. عرفت اغير للظروف. الجامعه اللي انا كنت فيها كان ينفع اغير، بس لو كنت في جامعه تانية ممكن كان كنت صعب. كنت ممكن اتخرج الاول منها وبعد كده افكر ان انا اشفت. طب بالظبط. ماذا لو انا كنت عارف ده من قبل ما ادخل الجامعه؟ اكيد فرصي كان كانت هتبقى تبقى احسن اكبر ان انا بالظبط. اتخرج، ان انا اعمل تدريبات وانترنشيبس وانا في الجامعه في مم. السكه اللي انا بحبها. انا ما لحقتش اعمل كده. بالظبط. عشان كده اول ما اتخرجت اشتغلت في تدريب انترن الاول. بالظبط. فده بيأثر عليك وقت ومجهود كبير يعني. دي حاجه مهمه جدا.